دي نسيت شنطتها هنا. يا لهوي. لا الحمد لله. يا رب ما تتأخر بس، يا رب. يا أمي. ايه يا ابني؟ انت حضرتك نسيت الشنطة بتاعتك. انا يا ابني كنت عامله لك الصوره. انت ابن حلال. الله يخليك يا امي، دي امانة في رقبتي طبعا. ربنا يبارك لك يا ابني. انا عارف اللي انت جاية، بس ما اعرفش انت حاطاني في اختبار. لا، حطيتك في اختبار ونجحت فيه. الحمد لله، اللهم لك الحمد انت والشكر. انسان كويس. يا رب. والله يا امي انا باكلها بحلال. الحمد لله. هي اللي ما صبرتش، هي اللي خسرت. هتاخد احسن منها. خلاص يا امي، انا حتة الجواز خلاص. سيبها على الله يا ابني. ونعم بالله يا امي، ونعم بالله. انا ماسكه عندي جماعه في الجناين هنا، عايزه لهم مشرف، وانت هتبقى المشرف ده ان شاء الله. ايوه يا ابني. انا ايوه. انا كنت شغال عامل نظافة وخلال سنه يا ابني باذن الله هتكون واحد تاني وهتاخد احسن منها وبرقبتها. انا رقبتي برقبتي يا امي، والله العظيم. انا الحمد لله امين ومخلص للعمل. الحمد لله. بس انا مش مصدق اللي انت لا يا حبيبي. ابوس ايدك، من غير ما تبوس ابوس ايدك يا امي، ابوس دماغك. لا، من غير ما ابوس دماغك يا رب. خلاص. انت يا ما انت انسان كريم يا كويس رب، ومحترم، يا ما انت كريم يا رب، وربنا كرمك يا ما انت كريم يا ان رب، انت جيت في سكتي. يا ما انت كريم يا انا رب. كنت عايزه مشرف. ما عندكش حاجه وحشه يا الله، الحمد لله. ابني اللي مات عوضني بيك انت. انا ابنك يا امي، ربنا رقبتي. يخليك. ربنا رقبتي يا امي، يخليك. ربنا رقبتي يخليك. والله. وانت هتبقى معايا، مش هنسيبك. عينيا يا امي، اي حاجه تطلبيها انا خدامك. الحمد لله، يا ما انت كريم يا رب، ربنا يخليك يا رب، يا رب. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ايه يا فوزي؟ يا ناهد عاملة ايه؟ الحمد لله. انت ايه اخبارك؟ ايه مالك؟ في ايه؟ في ايه يا ابني؟ قلقتني. والله يا ناهد المدير بتاعي في الشغل، واحد صاحبي من الموظفين اللي معانا عمل معاه مشكلة، فالمدير قال لي انا الوحيد اللي كنت شايف المشكلة. قال لي وعشان صاحبي قدم فيه شكوى، قال لي ان انا لازم اشهد معاه يا اما يرفدني من الشغل، فما رضيتش اوافق. يعني انا هشهد على حاجة ما حصلتش، راح رافدني من الشغل. بس تصدقي بالله ربنا بعوض. يعني انا عملت كده وما رضيتش اظلم صاحبي وهو رفضني من الشغل، ربنا كرمني وفي حد كلمني قال لي في ناس عايزين حد يمسك الشغل بتاعهم وكده، مهندس يعني يشرف عليهم، شغل هندسه وبتاع، يعني ارسم لهم يزرعوا هنا يعملوا هنا كده يعني. طب حاجه كويسه. فربنا كرمني وقال لي ان شاء الله لو عجبتهم يدوني راتب حلو. طب الحمد لله، ريحت قلبي. انت وقعت قلبي في الاول وفي الاخر فرحتني. لا والله ربنا بعوض، هو الواحد بس كان مخنوق من الموقف مش اكتر. بص، انت احلى حاجه ان انت عملتها ان انت ما جيتش صف حد عشان مصلحتك. صح. يعني ربك ده بيسهلها من عنده. اكيد فاهمني؟ اكيد، وهو عالم برضه بالحال، يعني عالم ان خلاص. الواحد داخل على جواز وبتاع وربنا يعلم بيه. الحمد لله. انت اهم حاجه انت بقى تثبت نفسك وتثبت الشغل بتاعك ده، تحط همك كله فيه، تثبت وجودك في المكان. حصل. اهم حاجه هنا بقى هيمسكوا فيك بايدهم واسنانهم. صح. حتى نلم نفسنا بقى ونتجوز. بس لما اروح بس اعمل مقابله الاول ان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله. فمعلش انا مش هتاخر عليك، هو على فكره عندنا ورا هنا يعني قبل البيت مش بعيد، هروح بس اشوفهم واتفق معاهم واللي في الخير يقدموا ان شاء الله خير. ماشي، مش هتاخر عليك. ها ماشي، ربنا معاك، هستناك. ماشي. وانت كريم يا رب. ابراهيم احمد، بلوك 18 بلوك 22، وانتوا روحوا شوفوا لي اللي بيعملوا هناك شغالين كويس. 10 رجاله يلا. الهمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. استاذ محمد.
امرني. ازي حضرتك؟ أهلا بيك. حبيبي الله يحفظك. انا فوزي فوزي. المهندس اللي حاجه تبع الحاجه. اه اهلا بيك يا فوزي، عامل ايه؟ الله يستر. اخبارك ايه؟ الله يحفظك يا رب تكون تمام. حبيبي. امرنا يا فوزي، خير يا فوزي. والله يعني الاستاذ احمد كلمني قال لي الحاجه قالت لي عايزه حد يمسك لها ياسس لها الجناين والحاجات اللي زي كده. حبيبي يا فوزي، تحت امرك حبيبي. فممكن مكانك اقابلها يعني؟ طيب مكانك يا حبيبي، تحت امرك، الحاجه موجوده. تعالى فوزي، اتفضل اتفضل حبيبي، اتفضل اتفضل حبيبي، اتفضل. والله واجب. اتفضل يا فوزي، اتفضل يا فوزي. ازيك يا حاج؟ السلام عليكم. عامله ايه؟ اخبارك ايه النهارده؟ ست الكل. فوزي يا حاج. ازي حضرتك؟ كلمني عنك. انت عامله ايه؟ انت عامل ايه؟ الله يحفظك. صحيح. الله يعزك يا رب. طيب انت اشتغلت قبل كده امتى؟ والله انا شغال بقالي 3 سنين الحمد لله من يوم ما اتخرجت، بس ما شاء الله. حصل ظرف يعني المدير اللي معايا رفضني وكده. ليه؟ خير يا رب. حصل والله يعني هو شد هو واحد صاحبي، فصاحبي ده قدم في شكوى. فالمدير عايزني اشهد معاه ان صاحبي يعني اقول على حاجات ما حصلتش. فمعلش. لا ربنا بيعوض ان شاء الله. غصب عني والله، وعشان انا برضو ما رضيتش اشهد بالزور ربنا كرمني بالشغل بتاع اللي هو عندك ده. استاذ محمد معاك اهوت، اتفهم معاه. يعني هستلم أيوة. الشغل من الاستاذ محمد هو كل في على الكل راسنا. هنا. الله يحفظه. يعني ان شاء الله التعليمات وكل حاجه من كل الأستاذ حاجه محمد. معاه هو. ماشي على دماغي. ان شاء الله اكون عند حسن ظنك وباذن الله يعني. بس معلش ممكن يعني افهم هاخد راتب ايه وكده، اصل انا خاطب وداخل على جواز وكده. وكده. تاخد قد ايه؟ والله بما يرضي الله والله كنت باخد 3000. 3000 وانت داخل على جواز؟ والله. الف مبروك مقدما. الله يبارك فيك. انت لو ثبت شغلك كويس وحبيت شغلك هتمسك بيك زي ما انت بتمسك بيا. تمام. هديك 5000 جنيه. بجد والله؟ يلا يا عم انت كريم يا رب. حاجه كلها واجب. بجد والله. والله. الله يبارك لك. الله يا رب يكتر من امثالك ويخليك. بارك الله فيك يا حاج. الله يحفظك. عندك محمد اتكلم معاه. وانا استاذ محمد اخوك الصغير وانا تحت امرك. باشا على راسي على راسي يا فوزي، مكانك. طب يعني هستلم الشغل النهارده ولا ان شاء الله يا فوزي؟ ايوه معاك بقى الاستاذ محمد هو اللي عارف كل بعد حاجه. كلمه الحاجه ما اقدرش اتكلم. ايوه ماشي. ماشي يا أستاذ الكل. خلاص يا استاذ. ماشي هاخده اعرفه على الشغل. ايوه يا باشمهندس. ماشي تعالى يا فوزي. بعد اذنك اتفضل يا فوزي. بعد اذنك يا رب. ربنا يكتر من امثالك يا رب. سلام عليكم. اتفضل. اتفضل يا فوزي. مش عارفه هو اخر كده ليه؟ ارن عليه ولا اعمل ايه طيب ولا امشي؟ يا ربي خضتني. عليك يا فوزي. خضتي؟ ايه اخرت كده ليه؟ وربنا وش السعد عليا قسما بالله. ربنا كرمني ولقيت شغل وهكون ماسك فيه اشراف ولا وايه بقى. وخد الكبيره، قالوا لي كنت بتاخد راتب كام لما عرفوا ظروفي ان انا خاطب وكنت هتجوز وبتاع، وحكيت لهم على الظرف. عرفوا ان انا ابن حلال، والست صاحبه الشغل قالت لي هقف جنبك وهيدوني 5000 جنيه. وربنا. لا مش عملت مصدقه. كريم يا رب. الحمد لله. لا انا اللي مش مصدق، أنا جاي عمالة طول أدعيلك. الطريق عمال اكلم في نفسي يا رب هل ده حقيقه ولا انا بتخيل ولا من الفرحه. 2000 جنيه زياده. انا كان راتبي الاساسي 3000. هي قالت لي انا هديك 5 عشان خاطر قالت لك الجواز. هتزود لك عشان الجواز الحمد وكده. لله. أخيراً وربنا كرمني بحد اسمه الاستاذ محمد، ده اللي ماسك الشغل بقى. هو اللي ده اللي يعني هيكون مشرف عليا، وانا مشرف على الناس اللي تحت اللي شغالين. بس هو الاساس، هو الكل في الكل، راجل كبره حد محترم يعني. وبعدين حفزني وعارفه حكالي على موضوع خير والله العظيم يعني. يا ابني الله انت ما يكون فيش في عونك. خبر تجيب ويكون سالك لا على طول كده من وفرح. ناحيتي انا زي العسل. هو حكالي على موقف ليه هو ان هو تعب في حياته ويعني وكان متبهدل ومتمرمط وربنا كرمه بعد عشان لاجل ان هو صبر. ربنا كرمه بالحاجه وشغلته معاه وعد الله اكبر دلوقتي بسم الله ما شاء الله عليه. يعني مشغل حوالي 30 راجل ما شاء الله. وبيقبض راتب اللهم صل على النبي. ما شاء الله. وعد حد كبير قوي ما شاء الله. طب كويس سبحان الله. الحمد لله. هو ربنا بيقول لك ربنا الناس لما ولاد بيريد الحلال اهو. الحمد لله. وربك عمالة لما أدعي بيريد لك. مع انه اتمرمط وخطيبته مرمطته
هو كان خاطب؟ كان خاطب. ده انت لا قعدتوا بس بقى بجد حكيتوا والله بقى العظيم ولا إيه؟ حكايته لا هو مش حكى لي، هو يعني بيحفزني، بيقول لي اوعى تيأس، ربنا هيكرمك ان شاء الله، خلي بالك من خطيبتك، وحاول على قد ما تقدر تعمل جنيه علشان برضو ما حدش يكسرك، تبقى عينك بعين اي حد. قاعد ينصحك بقى. طيب يا عم. وهو بصراحة حد ابن حلال، وإن شاء الله أنا حاسس إن هو هيكون وش الخير بعد ربنا هو والحاج. الحمد لله الحمد لله. وأنت بعد ربنا أنت السبب والله. ربنا يخليك وش الخير عليا والله العظيم. الله يحفظك يا رب. ربنا يجعلنا يا رب وش الخير على بعض. يا رب يا رب وتممها على خير. يا رب. أنا بقى خلاص بقى كده هنخلل بقى الحمد لله الحمد لله. طب يلا بينا نروح ناكل أي لقمة في أي مكان. كمان؟ يلا. اهلا. ايه ده؟ ازيك؟ استاذ محمد عامل ايه؟ ازي اخبارك حضرتك؟ ايه؟ منور كله الدنيا تمام؟ والله حبيبي. الله حبيبي يحفظك. اخبارك ايه؟ نسيت اعرفك، ناهد الاستاذ محمد اللي ماسك الشغل، ماسك الاشراف.